نصيحتي للحجاج وقد قطعوا الفيافي والقفار وتركوا الأهل والأصحاب والخلان والأموال وكتبوا الوصية ربما وانطلقوا إلى بيت الله الحرام، أن يستغلوا وجودهم في البيت الحرام في العبادات وفي الطاعات وفيما يقربهم إلى رب الأرض والسماوات، فليكثروا من الطواف في البيت، فإنها عبادة لا توجد في الأرض كلها إلا في ذلك المكان، وربنا دعا إليها فقال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف: فإنك لن ترفع قدما ولا تضعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. وهذا يدل على فضل الطواف بالبيت، ولهذا أجمل شيء في البيت هو الطواف، على خلاف بين أهل العلم هل الصلاة أفضل أم الطواف؟ فبعض العلماء ذهب إلى أن الصلاة أفضل، فأي صلاة تصليها في البيت الحرام تعدل 100,000 صلاة في غير بيت الله الحرام. فصلاة الجنازة هناك ب100,000 صلاة جنازة في غير بيت الله الحرام، وركعتين تؤديها أي ركعتين أفضل من 100,000 ركعتين في غير بيت الله الحرام. وأي صلاة تقوم بها في ذلك المكان، وهذا يدل على فضيلة ذلك المكان.